السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتتبعات، مرحبا بكم في فيديو جديد. مبروك عواشركم. اليوم اخوتي غنحضر معكم عسل منزلي رائع رائع. واحد العسل. هنا البنات اللي باغيين يصاوبوا الشباكية او اللي يصاوبوا هكا معسلات، راه الا ما كانش العسل متقونه ومصروعه راه ما كيصدقوش المعسلات واخا تعيا ما تقوموا فيهم. هنا العسل ضروري ما يكون ناجح ويكون لذيذ. هاد الطريقه هذه اللي غنعطيكم غادي تعجبكم بزاف، طريقه بالوقت وبالعبار. ونعطيكم حتى اللي مثلا صاوبات العسل وما نجحت لهاش ولات لها محجره او لا قصحت لها، غادي نعطيكم الحل باش غادي تصلحوها. راه ما تلوحها ما حتى حاجه، راه كتبقى صالحه. يلا نشوفوا طريقه التحضير ديال هذا العسل هذا اللي كيجي رائع رائع، بنين بنين بزاف. راه دوزوا به حتى هكا الملاوي ديالكم بغرير، هكا الخبز اللي ذاقوا كيجي بحال المذاق ديال الحور. ونمشيو بسم الله على بركة الله مع طريقة التحضير ديال هذا العسل الرائع. وهنا بالنسبة للقياس عندي هنا سنيدة، ممكن تستعملوا سنيدة، ممكن تستعملوا القلب، ممكن تستعملوا حتى داك المورصو ديال السكر اللي عندكم خدموا به. ما كاين حتى شي فرق، ما كاين لا هذه ديال السكر لا هذه ديال سنيدة، بحال بحال كتجي. هنا كما شفتوا عندي 4 كيلو، وعندي هنايا ليمونه كبيره مقطعه كبيره، وهنا عندي جوج حامضات، يعني هاد الحامض راه صغير شي شويه. وإلا درتو غير قياس ديال 2 كيلو ديال السكر غادي ديروا غير حامضه وحده، وليمونه تكون صغيره. وهذا ما كاين. هادو بالنسبه للقرفه والليمون هادو غير باش نسمو، اما الحامض ضروري ما يكون، ضروري ما ديروا في العسل، هو اللي كينجح لنا العسل. هنا بالنسبه للماء عندي لتر ديال الماء في كل 2 كيلو ديال سنيده. وإلا درتو 4 كيلو غادي ديروا 2 لتر ديال الماء. هنا كما شفتوا درت لتر الاول، وهنا غناخذ لتر الثاني، غنقص منه واحد الكاس ديال الماء. غادي نخوي هاد الكاس من الماء وغادي نعمرو واحد الكاس ديال ماء الزهر. هذا الماء ديال الزهر كيعطيه واحد المذاق خطير لهذا، فاش كيطيب معاه كيجي رائع رائع بزاف بزاف، جربوه. هنا تكون النوعيه ديالو ممتازه. هنا باش غادي نكمل لترو، ممكن ديروا حتى 2 ديال الكيسان، ما كيأثر ما حتى حاجه، بالعكس كيعطي واحد المذاق مع داك الليمون مع الحامض، يجي فيها واحد المذاق زوين زوين بزاف بزاف. هنا صافي كما شفتوا خويت هذا الماء. دابا غادي نوضع السنيده. هنا بالنسبه للبنات نتوما اللي بغات تصاوب هكا الشباكيه للدار، من الاحسن ديروا هذا القياس هذا. هنا باش الشباكيه ديالكم ما تبقاش توحلكم في عبر واحد، ما كتجيش العسل كثيره، حسن باش تجيكم الشباكيه غاطسه في العسل تشرب لكم مزيان. وإلا بقات شي شويه نقي راه بطبيعه الحال غادي تخليوه دوزو به هكا، دهنوا به الملاوي ديالكم وتحتاجوه بزاف ديال الحويجات. دائما العسل فاش كتكون كثيره حتى الشباكيه كتشربها. وصافي هنا كما شفتوا. دابا غادي نخلط وغادي نديرها فوق العافيه. انا غير غنحركها واحد شي شويه باش يتخلط داك الماء مع سنيده، وصافي غنديرها فوق النار حتى تبدا كتغلي. وهنا دائما كنفضل نديرها في طنجره ديال الضغط من الاحسن. هنا صافي غنخليها حتى كتغلي، وديك الساعه غادي نسد عليها الكوكوط. هنا غنسد عليها وغادي ندير لها الصفاره. هنا البنات منين تبدا كتصفر غادي نحسبوا لها ساعه المكانه على عافيه، ما تكونش مجهده ما تكونش ناقصه، عافيه متوسطه على هذا القياس بحال هكا، ماشي هكا. هنا ناقصه بزاف، غنوريكم القياس. حتى هنا مجهده نغور بحال هذا القياس هذا، غادي تكون عافيه متوسطه حتى كتكمل ساعه. غادي تحلوا عليه غتلقاوه في هذا اللون هذا. كتشوفوا هذا الليمون اللون ديالو كي داير، كيكون محمر ومعسل، وكما كتشوفوا حتى اللون ديال العسل. هانتوما شوفوا هذا الليمون كي محمر. وصافي هنا كنحيد هذا الليمون والحامض، هنا كنحيدو وهي باقا سخونه باش مبقاش شاده فيها داك العسل. وهنا غادي نضيف شويه ديال المسكه الحره وغنحركها، راه كتذوب مع السخونيه. نحرك مزيان. ما غدير واحد 5 الحبات حتى 6 الحبات. وفي الاخير دابا غادي نطفي عليها
وغادي نضيف واحد المعلقة كبيرة عامرة مزيان ديال الجليكوز. هاد الجليكوز حتى هو كيخلي العسل تثبت في الشباكية اولا في اي معسلة درتو. هنا محدها العسل باقا سخونه باش كيذوب. وهنا على ما غادي تبرد واحد شويه غادي نضيفوا لها واحد المكون اخر اللي يعطيها واحد النسمه رائعه رائعه. وهنا على ما غتبرد واحد شويه غادي نصفيها من هاد العظيمات ديال الحامض. انا ما حيدتلاش العظام، طيبتها هكاك وغادي المهم هذا كاع دوك الشوائب اللي كيكونوا فيها غادي نحاول نصفيها. وهنا من بعد ما بردات العسل غادي نضيف لها واحد المعلقه ديال النكهه ديال المذاق الحر. هنا اختيار اللي بغات ديرها، اللي ما بغاتش ما ديرهاش، واللي توفرت عليه راه كتباع عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. مذاق الحر تماما، اللي ما قلتلوش راه العسل عاديه ما يصدقهاش. كتعطي واحد المذاق رائع وكتعطي حتى اللون زوين. الريحه ديالها فاش كتبقاو تحركوها كتطلع لكم ديك النسمه ديال الحر. هنا من بعد ما كتبرد العسل عاد كتبين الحقيقه ديالها بانها واش ثقيله واش خفيفه. هنا البنات بالنسبه تستخدموا المعسلات هذا هو القياس اللي خص العسل تكون فيها، ما تكونش جاريه ما تكونش عاد قاصحه بزاف هنا باش بقى تلصق لكم في اي معسله درتو. وهنا كل ما جلسات كل ما غادي تزيد تعقد واحد شويه. بالنسبه للمبتدئات اللي ما عمرهم صاوبوا العسل من الاحسن دائما خدموا العسل بسيمانه او 6 ايام من الاحسن. هنا باش كتاكدوا بان العسل راه نجحت لكم. حتى الا ما نجحتش ممكن غادي تصلحوها، ماشي غادي طيبوا العسل مثلا اليوم وغدا تخدموا بها. هنا حتى الا كاين ما يتصلح كتصلحوه، ماشي حتى غديروا شباكيه وتعسلوا الشباكيه ديالكم وغتطلع لكم مثلا ديك الشباكيه كلها ديك العسل محجر عليها وتضيعوا القوام ديال الشباكيه وتضيعوا كلشي. العسل خليوه هذه كل ما جلسات كل مره ما كتخسر ما حتى حاجه، راه كتبقى سنه سنتين ما كيبقى لها حتى حاجه. هنا تاكدوا باش ما تضيعوش في القوام ديالكم. هذا ما كاين اخواتي. هنا حتى اللي مثلا طيبات العسل وتحجرت لها راه يعني كيخصها الطيب، راه ما طيبش ديك العسل مزيان غادي تردوها الطيب. وبالنسبه اللي طيبتها بزاف حتى كترجع تقريبا حتى بحال الجليكوز، هي ما حدها سخونه غادي تضيفي لها واحد الكاس ديال الماء يكون غليان طايب، ما ديريش الماء البارد، وغتكبي عليها وتخليها تبدا تغلي واحد 5 دقائق صافي وتطفي عليها وراه العسل راه كتصلح. هنا من بعد البنات كما شفتوا صفيتها صافي كنحصل على هذا العسل تبارك الله. عسل ذهبي مذاق الحر كيجي رائع البنات صدقوني. هذا العسل ما بين داك ما زهر اللي طاب فيه وداك المسكه الحره. هاد العسل الا جربتوها ما غاديش تستغناو عليها. نتمنى اخواتي الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم على المتابعه وعلى التشجيع، والى فيديو جديد بحول الله والسلام عليكم.